عمرك سمعت عن محكمة الجن؟ محكمة حقيقية مش أسطورية ولا حكايات قديمة، موجودة من مئات السنين ولسه شغالة لحد النهاردة. محكمة ليها ملك وقضاة ومتهمين وأحكام بتتنفذ، والأغرب إن المحكمة دي مش للجن بس، أحيانا بيتسحب ليها بني آدمين زيي وزيك. محكمة الجن الجزء الثاني. أهلها اتصدموا وسألوه يعني إيه؟ قال لهم شمهروش ملك عادل مش بيظلم، بس أحيانا في جن بيشتكي من بني آدم ظلم أو داس على أرض أو أخدوا منهم عهد وكسروه. المحكمة بتنادي اللي عليه الدور، واللي يتأخر أو يعاند بيتسحب غصب عنه. من يومها البنت سلمى بقت تعيش كل ليلة محكمة كاملة، تحكي إنها بتشوف قضاة جن قاعدين بلبس أسود أصواتهم زي الريح، وتحكي إن كل مرة في شهود من الجن بيجوا يقولوا هي أخدت من أرضنا حجر، كانت بتلعب جنب الجبل ورمت حجر كبير في البير المقدس. والغريب إن الأهل افتكروا إنها من شهور كانت بتلعب جنب البير ده وأخدت حجر مع أصدقائها عشان يبقى ذكرى. سلمى بقت تصرخ بالليل وتقول أنا هرجعه، سيبوني هرجعه، لكن كل مرة تصحى وتلاقي نفسها متسلسلة بجروح في إيديها كأنها كانت مربوطة في عالم تاني. الشيخ اللي كان معاهم قال لهم لازم يرجعوا الحجر فورا، وبالفعل الأهل خدوا الحجر ورجعوه البير في الجبل، والشيخ قعد يرقي البنت ليل نهار. الغريب إن بعد ما الحجر رجع سلمى شافت حلم أخير، حلم إن المحكمة قامت بالكامل وكل القضاة قاعدين، وشمهروش رفع إيده وقال القضية انتهت، رجع الحق لأصحابه. من بعدها سلمى صحيت والقيود اختفت والصرخات انتهت، لكنها فضلت طول حياتها تقول إن عمرها ما هتنسى الصوت اللي كان بيناديها للمحكمة. الحقيقة المرعبة إن محكمة الجن مش أسطورة، شمهروش ملك عادل، لكن لو المحكمة ندهتك يبقى مهما حاولت تهرب هتتسحب غصب عنك. لو عجبتك القصة وحابب تسمع الجزء الثاني اعمل لايك للفيديو ده وشير كتير وتابعني علشان يوصلك الجزء اللي جاي.